بين فنون النهضه والباروك مع بعض عشان اعرف الفرق ما بينهم. لو كلمتك عن النهضه لوحدها والباروك لوحده مش هتقدر تتخيل الفرق اللي فيهم، لان دي مش عماره، دي فنون ورسم ونحت. فاحسن حاجه ان انا اجيب لك الاثنين جنب بعض واقارن ما بينهم ونعرف الاثنين مع بعض. فتعالى نشوف كده. دول تمثالين، واحد منهم من عصر النهضه والتاني من عصر الباروك او من طراز الباروك. التمثال ده من عصر النهضه لمايكل انجلو، والتمثال ده من عصر او من طراز الباروك لبرلين. تمثالين من نفس الماده الخام اللي هي الرخام الابيض، والتمثالين بيحكوا عن نفس القصه بنفس الشخصيه. ديفيد او داوود، النبي داوود. تمام؟ ده من اشهر تماثيل مايكل انجلو اطلاقا يعني. خلاص؟ التمثال ده بقى ليه قصص وحكايات وازاي هو قدر يعمله من قطعه رخام واحده بارتفاع 2 متر وشويه، دي قصص كتيره كده. لكن اللي احنا عايزين نعرفه من السلايد دي ان احنا ازاي نفرق ما بين النحت في عصر الباروك والنحت في عصر النهضه، ازاي اقدر اقارن ما بينهم، ازاي اشوف بعيني الفروقات. انا دايما في تعالوا بقى نتعلم نعمل ده دلوقتي. حاولوا كده تقولوا لي الفروقات الجوهريه او الفروقات الرئيسيه اللي واضحه من الصورتين. ايوه، ايه بقى؟ من وجهه نظرك هيبقى تفاصيل اكتر من ده. ماشي، تعالى نشوف. ماشي، في حركه عن حلو جدا، مهمه قوي دي بقى. اول حاجه هنا في حركه، هنا في ايه؟ ثبات. يبقى اول فرق رئيسي وجوهري ما بين النحت في عصر النهضه والنحت في عصر الباروك ان عصر النهضه كان دايما بينحت المنحوتات بتاعته في وضع الثبات، واقف، قاعد، نايم، دايما في حاله من حالات السكون والثبات، يعني وضعيه يقدر يفضل قاعد عليها مده طويله، ما يبقاش فيها حاله من حالات الاختلال التوازن. يبقى دي اول فرق. هنا دايما في طراز الباروك التمثال بتاع برنيني ده على طول في ايه؟ حاله حركه. تمام؟ هي دي اللي بتحكي القصه. سيدنا داوود هيبدا يحاول انه عايز يقتل الجبروت او العظمه او الشخص الضخم اللي قدامه ده. تعالوا نبص على التمثالين ونشوف مين فيهم التمثال اللي اداني الاحساس. باروك. شايف التمثال ده؟ انت ما انتش عارف هو ده كان قبل المعركه ولا بعد المعركه ولا هو فرحان ولا زعلان. التمثال فيه ايه؟ لين خالي من المشاعر، صح؟ هنا ايه؟ الاحاسيس والمشاعر واضحه جدا. عاوز تعالوا بصوا هنا، بص الوش هنا، تفاصيل الوش، بص تفاصيل الوش هنا. فواضح جدا اول فرق هو القصه الدراميه. في بتاع النهضه ما بيحكيش قصه، بتاع النهضه بيعظم الشخصيه، الانسان نفسه. طول الوقت في الرسم وفي النحت بتاعه بلاقي ان الانسان هو بطل اللوحه او بطل التمثال، بيعظم الشخصيه نفسها وبيمجدها وبيظهرها في احسن صوره وفي احسن تكوين جسماني وفي احسن وضعيه وكل حاجه. ده بتاع النهضه. ليه؟ لان هو دايما بيلعب على حته ايه؟ المثاليه والسيمتريه والحاجات اللي هي ايه؟ فيها حاله من حالات الايديالتي او المثاليه. لكن بتاع طراز الباروك لا، بيلعب على فكره الواقعيه وعلى فكره الدراما، انه بيديك قصه من مشهد، كانك انت بتتفرج على حاجه رحت عامل بوز، رحت موقف الفيديو في لقطه معينه، فعلى طول وانت واقف في اللقطه دي بتحس المشهد كان بيعمل ايه؟ كان في ايه في المشهد؟ يبقى الفرق الثاني ان عصر النهضه بيركز على الانسان او بيركز على الشخصيه. عصر الباروك او فن الباروك بيركز على المشهد الدرامي. الفرق الثالث المشاعر. هنا عصر النهضه خالي تقريبا من المشاعر، معظم الصور واللوحات والتماثيل بتاعته بتكون بلين او هاديه جدا، المشاعر فيها بسيطه جدا جدا، اكاد استشفها كده من التمثال او من اللوحه مش واضحه بشده. لكن لما تبص على بتاع الباروك المشاعر فيه قويه وجياشه. تبص على ده تعرف ان ده على طول خايف ومرعوب، تبص على ده تعرف على طول ان هو متحمس ومش عارف ايه، تبص على ده تعرف ان هو على طول حزين وهكذا. المشاعر بتبقى واضحه بشده قويه جدا في الاعمال الفنيه بتاعت ايه؟ طراز الباروك. نرجع تاني، ايه تاني الفروقات؟ هو نفس الخامه؟ نفس الخامه، رخام ابيض، الاثنين معمولين من الرخام. هنا تقدر تحط ايه؟ محور رئيسي ومحور ثانوي. في زي المباني بالظبط، التمثال او الصوره او الرسمه بتبقى واقفه في حاله من محوريه. هنا ايه؟ دايجونال، قطريه. شايفين الفرق؟ دايما بتاع عصر النهضه بيلعب على الخطوط الرئيسيه والافقيه. ليه؟ لان هو الفن بتاعه قائم على فكره ان انا يبقى عندي تماثل، عندي محوريه، عندي خطوط رئيسيه وخطوط افقيه. طول الوقت بلعب على الحته دي. خلاص؟ بتاع عصر النهضه لا، بيلعب على الارشات. شايفين فكره الارش ودراعه
هو مش الرئيسي، مش الافقي ولا الراسي. تمام؟ ادي فرق تاني. ايه كمان؟ بتاع طراز عصر النهضه بيلعب على التفاصيل المثاليه. يعني ايه؟ يعني دايما بيظهر الحاجه بالشكل المثالي حتى لو ده مش شكلها الحقيقي. يعني حتى لو مثلا انا بعمل مش مثلا مش نبي، لو بعمل تمثال لملك مثلا، الملك ده عنده كرش، ما احطش الكرش في التمثال. الملك ده عنده تجاعيد، ما احطهاش في التمثال. ليه؟ دايما اظهر العمل الفني بتاعي بشكل مثالي. ابدا اعمل بقى التفاصيل بتاعت العضلات، اخلي ملامح الوش مظبوطه، عنده حاجه بايظه في مناخيره ما احطهاش. فاهم؟ طول الوقت بحاول اظهر العمل الفني بتاعي بصوره مثاليه، سواء برسم لوحه او بعمل تمثال او حتى في المباني. ببدا احط مديول ما اخرجش عنه، خطوط هندسيه مستقيمه، اشكال هندسيه بسيطه، محوريه، تماثل. تمام؟ بتاع عصر الباروك لا، هو واقعي جدا وحقيقي جدا. يعني ايه؟ يعني بيعمل التفاصيل بالصوره الحقيقيه بتاعتها. حاجه مجعده، حاجه منكوشه، حاجه متوسخه، حاجه واقعه. ليه؟ عشان يديك احساس كأن الحاجه اللي قدامك دي حقيقيه، كأنها هتنطق. كأن التمثال او اللوحه اللي قدامك دي حقيقي وغيره. تمام؟ ايه الفروقات الثانيه؟ التعامل مع الماتيريال او الخام. شايفين القماش والحاجات دي؟ بتاع طراز الباروك او بتاع عصر الباروك بالذات برنيني اللي هو عامل التمثال ده، كانوا من امهر الناس اللي بيتعاملوا مع الخامات. يبدا يتعامل مع الخامه وتبدو في الاخر كانها حاجه طريه، كانه بيعمل بصلصال كده، مع ان الرخام الابيض من الحاجات الصلبه جدا، لكن هم كان عندهم مهاره عاليه جدا في التعامل مع الخامه. تعالوا بقى نبص على صور الثانيه. اول 3 امثله كل دول تماثيل لسيدنا داوود، كل التماثيل دي لسيدنا داوود. ده تجارب ليوناردو دافنشي، بس معموله من ماده البرونز، عشان كده مختلفه شويه عن الاثنين التانيين. بس لو جينا بصينا على الثلاثه بتوع عصر النهضه، الثلاثه ايه؟ اول حاجه الثلاثه واقفين في حاله ثبات مفيش حركه، في حاله اتزان مفيش حاله خلل عدم اتزان، في محوريه واضحه جدا، في تقريبا شبه تماثل ما بين القسمين او ما بين النصين، في الشكل بتاعي اقدر احطه بشكل هندسي مستطيل او مثلث. تمام؟ مفيش مشاعر واضحه على وشوشهم كلهم الثلاثه. لما نيجي بتاع الباروك لا، مختلف تماما في كل حاجه. تعالوا بقى نشوف امثله اكتر للباروك عشان نقدر نفهم بتوع الباروك دول بيفكروا ازاي. ده مثلا مثال من الامثله بتاع طراز الباروك. طب التمثال هنا في وضع النوم، ولكن انت لما تبص على التمثال تحس ان هي لسه هتنام، يعني لسه كانت بتتحرك، مش وضع ثابت تماما. يعني ايدها يعني خلاص ايدها كانها هتقع، والهدوم لسه مكرمشه وهتتفرد، ودماغها لسه ما نزلتش تماما على البتاع، يعني لسه في حركه، لسه في مشاعر، وشكل وشها بيديني احساس بحاجه معينه. في التعامل مع الهدوم نفسه بيديني احساس بالحركه، شكل الكعبره والكعمشه بتاعه اللبس والهدوم والحاجات دي بتديني احساس بده. هنا التعامل مع الماتيريال، شايفين الرخام يبدو كانه ايه؟ ماده شفافه. هو تعامل كان عمل الرخام ده كانه حاجه شفافه، كانه شال شفاف على وشها وانا شايف تفاصيل وشها من تحت. فده التعامل مع الماتيريال. تعالوا بقى